الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. Lalu Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan istaghfirukum fa natashfatu wa man tamama salah sawasukum ma'adil. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم. لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما يخلق ما يشاء والله على كل شيء قدير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد من السماوات ومن الأرض ومن المسلمين. الله أكبر. الله أكبر. رافع رحمني وجبرني ورفعني ورزقني واعتني وعافني وعافني. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلم يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر ممن خلق يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فترة من الرسل أن تقولوا ما جاءنا من بشير ولا نذير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد في السماوات وفي الأرض اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت فنتقضي وليكن عليك وإنه لا يسمع عدد ولا يسمع وصلى اللهم على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم الله أكبر الله أكبر رافع رحمني وجبرني ورفعني ورزقني واهدني وعافني الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا
لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير اللهم أجرنا من النار 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 السالمين اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تبارك ربنا وتعالى يتجل الجلال والإكرام أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم إلهي ربي ربنا يا معبود سبحان الله الحمد لله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كبيرا الحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يميت وهو على كل شيء قدير ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasul karim amma ba'du. Pada kesempatan subuh kali ini insyaallah kita akan mendengar beberapa hadis mengenai fadilah atau keutamaan dari ilmu. An Muawiyah radhiyallahu anhu yaqulu sami'tu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din wa innama ana qasim wallahu yu'ti. Dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, ia akan memberikan kepadanya kepahaman akan agama. Aku ini hanyalah pembagi sedangkan Allah yang memberi. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Muawiyah radhiyallahu anhu ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang Allah inginkan kebaikan kepadanya, maka ia akan memberikan padanya pemahaman mengenai agama. Aku ini hanyalah pembagi sedangkan Allah yang memberi. Hadis riwayat Bukhari. An Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala dhammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allahumma 'allimhul kitab. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku dan berdoa, wahai Allah, ajarkanlah Al-Qur'an padanya. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memelukku dan berdoa, ya Allah, ajarkanlah Alkitab Al-Qur'an padanya. Hadis riwayat Bukhari. An Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna min asyratis saati ay yurfa'al ilmu wa yasbutul jahlu wa yushrabul khamru wa yadhharuz zina. Rawahul Bukhari. Dari Anas radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, kuatnya kebodohan, diminumnya khamar dan maraknya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Anas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sesungguhnya di antara tanda kiamat adalah diangkatnya ilmu, kuatnya kebodohan, diminumnya khamar dan maraknya perzinahan. Hadis riwayat Bukhari.
عن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين أنا نائم أتيت بقدح لبن فشربت منه حتى إني لأري يخرج في أظافيري ثم أعطيت فضلي يعني عمر قالوا فما أولته يا رسول الله قال العلم. Dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tatkala aku sedang tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, kemudian aku meminumnya sampai aku melihat bekas kenyang akan susu itu keluar dari jariku. Kemudian aku memberikan sisa susu itu kepada Umar. Para sahabat bertanya pada Rasulullah, apakah takwilnya ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Diulangi dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tatkala aku sedang tidur, aku bermimpi diberi segelas susu, kemudian aku meminumnya sampai aku melihat pengaruh kenyang akan susu itu keluar dari kukuku. Kemudian aku memberikan sisa susu tadi kepada Umar. Para sahabat bertanya pada Rasulullah, apakah artinya wahai Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, itulah ilmu. Hadis riwayat Bukhari. Nabi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yashba'ul mu'minu min khairin yasma'u hatta yakuna muntahahul jannah. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang beriman tidak akan bosan mendengarkan kebaikan sampai surga menjadi tempatnya yang abadi. Hadis riwayat Tirmizi. Diulangi dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, orang beriman tidak akan bosan mendengarkan kebaikan sampai surga menjadi tempatnya yang abadi. Hadis riwayat Tirmizi. Alhamdulillah kita dengar beberapa hadis fadilah mengenai keutamaan ilmu. Insyaallah pendengar kita amalkan dan kita sampaikan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرا حمدا نعيما حمدا يعافي ما هو يكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلالك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وذنوب والدينا وارحمهم كما ربونا صغارا جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم ومات برحمتك أرحم الراحمين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك الوهاب اللهم أرنا حقك وارزقنا اتباعه والباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم أعنا لذكرك وشكرك وحسن عبادتك يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا الذين يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين ربنا افرج عنا صبرا وتوفنا مسلمين ربنا اجعلنا مقيمين السلام من ذريتنا ربنا تقبل دعاء اللهم الحمنا مراشد امورنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم اهدنا واهد بنا واهدنا جميعا واجعلنا سببا لمن اهتدى يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كلها ولا تقلنا لنفسنا طرفة عين ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم فضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم 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 صلى الله على محمد يا ربي صل وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه